بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا النهاردة هنتكلم على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية. طبعا الزمالك سرجادة سوار أبو سليم. قسما بالله العظيم أنا دورت وعملت سيرش على الثلاث فرق دول، ما لقيت ليهم أي تاريخ، ما لقيتش ليهم أي إنجازات، وربنا يستر الزمالك يحاول يعدي من الفرق دي. طبعا هنتكلم طبعا النهارده على الايقافات. احمد عيد واحمد ايمن منصور توقفوا 6 شهور عشان كانوا ماضيين للزمالك ومضوا في فرق تاني. طبعا والبند واضح قدامكم، بيقولوا ان هو المفروض بعد ما اللاعب يتوقف 6 شهور يرجع للنادي السابق ليه اللي هم يقصدوا نادي الزمالك. طيب لو في البند بيتكلم كده، طب معلش ملحوظة، طب ما نفس فكرة كهربا كان ماضي وبيقول لك عقده كان ساري في الزمالك، المفروض يتوقف 6 شهور ويرجع يكمل عقده مع الفريق لو كان عقده ساري. طبعا دي حاجات انا الصراحة مش فاهمها، ويا ريت لو في حد فاهمها يا ريت يفهمني. معلش يعني احنا بنفهم بعضينا مش اكتر ولا اقل يعني. طبعا الاستاذ حاتم البيباني طبعا قال كلمة أو قال تصريح الصراحة أنا شايفه مش في محله. تمام. بيقول رحيل إمام عاشور عن الزمالك لغز كبير، أنت ما جبتش التايهة، الكل ده عارف وعارفين السبب الإدارة السابقة، بس أنت حابب تكسب تعاطف من جمهور الزمالك أو تعاطف من هنا ومن هنا. لا، الفيلم ده يا ريت تبطل منه، عشان الحوار ده مش هيأكل عيش مع جمهور الزمالك، وعارفين إحنا انتمائك للنادي الأهلي، ودي حاجة ما تزعلش، بس هي بالعقلية واحد منتمي للنادي الأهلي وبيحب الأهلي، هل ينفع يصلح إن هو يمسك الزمالك؟ دي برضو لغز كبير يعني الواحد المفروض يتوضح فيه. بالنسبة لإمام عاشور، إمام عاشور كان إحنا كلنا عارفينه، وإمام لما رجع من الإصابة كان بيتدرب في الزمالك وكنا عارفين، يعني الليلة دي كلها مصر كلها عارفاها وجمهور الزمالك عارفها قبل جمهور الأهلي. تمام. بس يا ريت اسلوبك ده وموضوع ان انت تتواطأ مع ده وتلعب على الاعصاب ده والحوارات دي بلاش منها. دلوقتي امام في الاهلي ومركز مع فريقه، وربنا يقومه بالسلامه في الاصابه اللي هو فيها، وان شاء الله نشوفه في الملاعب. ان احنا ما بنتمناش اصابه لحد، انما برضه في الاول وفي الاخر ده بشر، برضه في الاول وفي الاخر ده بني ادم، وبرضه في الاول وفي الاخر ده ليه التزامات وعايز بيت وعايز يوقف وعايز مستقبل وعايز. مش هنتمنوا له زي ما في صفحات في الزمالك، قاعدين انا بقولها صفحات من الزمالك بتقول صليبي وبتقول مش عارف ايه وكله بيتكلم، واحنا نقوله انا عن نفسي بقول ربنا يقومه بالسلامه ونشوفوه في اقرب وقت في الملاعب. طبعا هو امام نزل منشور او نزل تويته النهارده او امبارح يعني بالتحديد، بس انا شفتها النهارده، بيتكلم فيها اللي بيضحك كتير بيبكي بعد كده. الله اعلم يقصد ايه بالظبط، احنا مش هناخدوها على محمل حاجه تاني، هل هو يقصد كان ضحك علينا وبعد كده ربنا جزاه، الله اعلم ورسوله. بس احنا بنتكلم في نقطه تاني، ان امام ربنا يقومك بالسلامه، ومش هنتمنى لاي لاعب مصري إزاء ولا إن هو يبعد عن الملاعب. ربنا يكرمه ويرجع ويمتعنا أكتر وأكتر، سواء للأهلي أو سواء للمنتخب. والزمالك ليه رب إن شاء الله هيعرف مين ظلمه ومين ما ظلموش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.